العراقية عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى. ليست المرة الأولى التي يجري توثيق انتهاكات للحشد الشعبي، آخرها الآن ما يحصل في تكريت والعوجة. إلى متى ستبقى الحكومة غير قادرة على كبح جماح الحشد الشعبي؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لقناتكم. أولا هؤلاء ليسوا بميليشيا، هؤلاء هم مؤسسة حكومية تابعة إلى الدولة وتشرف عليها الحكومة العراقية، وهي منظمة بشكل كبير جدا، وهي فصيل من فصائل الجيش العراقي، وبالتالي لا يمكن تسميتها بالميليشيا. هاي النقطة سألتك الأولى. عن الحشد الشعبي. الثانية سألتك عن الحشد الشعبي، لم أسألك عن تصنيفها. نعم، إذا كانت تابعة للحكومة لماذا تنتهك؟ لماذا تنتهك؟ لماذا تنتهك؟ تنتهك فقط بنظر قناة الجزيرة، وهذا ما تعودنا عليه من قناة الجزيرة، إنها لا ترى الحقائق، بل دائما خطابها خطاب طائفي وخطابها تحريضي، وكل ما جاء في تقريركم يعني هو عاري عن الصحة. يعني تنفي لا يوجد حرق ولا يوجد قتل ولا يوجد تنفي كل الاتهامات التي يواجهها أهالي هذه المنطقة. عفوا. أنا كنت في صلاح الدين، وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وأنا استغرب. يعني أنت كعضو في مجلس النواب العراقي حيدر المولى تعلن الآن عبر الجزيرة أنه ليس هنالك أي انتهاكات من قبل الحشد الشعبي ضد سكان وأهالي هذه المناطق، وأن كل ما ذكرته ليس الجزيرة إنما المنظمات الدولية من هيومن رايتس ووتش وغيرها وشيخ العشائر هناك هو غير صحيح. أنت تتحمل مسؤولية هذا النفي. أنا أتحمل المسؤولية. كل ما جاء في تقريركم هو غير صحيح، ما نقلته الجزيرة عاري عن الصحة، ويا ريت تكون الجزيرة طيب أرجوك أن تكون دقيقا ولا تنسب إلينا هذا الكلام. التي حصلت شيخ العشائر ورد في التقرير وقتل فيها أكثر من 1700 شاب بعمر الزهور قتلوا في صلاح الدين. أين هل سمعت بشيخ العشائر هناك سيد حيدر؟ هل كانت العينين أم وهذا شيء؟ لا، وحتى شيخ العشائر كان من المفترض أن يجلس في أرضه ويدافع عن أرضه وعرضه، لا يذهب يستجدي من الدول الخارجية الأموال ويقتل أبناء شعبه. مجازر حصلت في صلاح الدين بسبب داعش وبسبب هذا الدعم الإعلامي من قبل الجزيرة وغير الجزيرة لداعش. ضحايا من أهل السنة بالمئات قتلوا في صلاح الدين بسبب هذا الخطاب التحريضي. يعني أنت تنفي ما أكده شيخ عشائر الناصر سيد حسن، وتنفي ما ورد في منظمات حقوقية من هيومن رايتس ووتش وغيرها، وتنفي كل التقارير الصحفية المستقلة التي تذكرها كل المواقع وليس فقط الجزيرة، ونحن ننقلها عنهم وعن أهالي المنطقة. أنت كنائب إذن في البرلمان العراقي لن تفعل شيئا لأنك تنفي أصلا. هذا ما نفهمه منك. أولا أهالي صلاح الدين مستبشرين جدا بأبناء الحشد الشعبي، والأبناء السنة في صلاح الدين هم جزء من الحشد الشعبي، يقاتلون إلى جانب إخوانهم الشيعة من أبناء المناطق الجنوبية يد واحدة للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي الخسيس. والمعارك حققت انتصارات رائعة جدا، ومحافظة صلاح الدين تستعد لنهضة عمرانية كبيرة بعد أن تخلصت من جرذان داعش. سألتك عن انتهاكات، يعني لست متحدثا باسم كل الأهالي صلاح الدين هناك. سألتك عن موقفك كنائب مسؤول في البرلمان العراقي أمام هذه الاتهامات التي يواجهها ناس شهاداتهم موثقة. أنت تنفي الاتهامات ولن تفعل شيئا في البرلمان فقط. لا، أصلا لا وجود لها، وأنتم مقتنعين جدا قناة الجزيرة بأن هذا كله فبركة إعلامية، ولكن تعودت الجزيرة على هذه الأساليب للأسف الشديد. وأنت أيضا يعني الآن سيد حيدر المولى استضفناك لكي توضح وترد على هذه الاتهامات، ولو كانت الاتهامات من اختراعنا ومن عندنا لما استضفناك. فأهلا وسهلا بك على أي حال. وقد نفيت كل ما ذكره شيخ العشائر هناك والأهالي، نفيت اتهاماتهم لميليشيا الحشد الشعبي. على أي حال شكرا لك من بغداد، عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى. أهلا وسهلا.